في الفيديو ده مش هكلمك عن محمد طرزان ولا بيكا ولا شطة، لكن هكلمك عن عثمان أحمد عثمان. هو ده نمبر 1 الحقيقي. ارغي يا عم الأمور. دخل كلية الهندسة بشهادة فقر لأن مش معاه فلوس يدفع المصاريف، واللي كانت تقدر وقتها ب40 جنيه. كان بياخد المسافة من الجيزة للكلية مشي كل يوم لأن مش معاه يركب مواصلات. بالعافية أخته وفرت له 120 قرش علشان يدفع اشتراك الطرماي 3 شهور بدل ما يمشي. راح قام بدل ما يدفع ال3 شهور الاشتراك راح اشترى عجلة مستعملة ب60 قرش، واللي كفته ال5 سنين بتوع الكلية. وفي التخرج اداها هدية للفراش بتاع الكلية. عثمان أحمد عثمان أصبح صاحب أكبر شركة مقاولات في العالم العربي وأفريقيا، وخامس أكبر شركة في العالم، وشركته كانت مصنفة في عدة تصنيفات دولية. مسك وزير مرتين في عهد السادات، مرة وزير التعمير ومرة وزير الإسكان. بنى أكثر من 150 شركة خلال فتراته في الوزارة. مسك نقيب المهندسين، ولما مسك النقابة حولها من مؤسسة بتعتمد على دعم الدولة إلى مؤسسة ربحية، وأنشأت عدة مشاريع كبيرة. المقاولين العرب شاركت في العطاء بتاع السد العالي في الوقت اللي اجتمعت فيه كل شركات المقاولات الأخرى في طرف تاني ضد شركة عثمان أحمد عثمان. ويوم فتح المظاريف كانت قيمة عطاء الشركات 27 مليون جنيه، وقيمة عطاء عثمان أحمد عثمان 15 مليون بس. وبالفعل رسي عليه العطاء وهو اللي أنشأ السد العالي. المقاولين العرب مات منها حوالي 500 عامل في حروب الاستنزاف، وده وهم بينشئوا قواعد للصواريخ المصرية اللي كانوا شغالين والقنابل عمالة تنزل ترف فوق دماغهم. وكملوا بنى بعض القواعد اللي اتهدمت 5 مرات من القنابل. المقاولين العرب النهاردة ليهم فروع في أكثر من 24 دولة في العالم. قصة نجاح عظيمة محتاجة الجيل بتاعنا، الجيل الحالي، يعرف مين الأسطورة ومين نمبر 1 الحقيقي. تابعوني، اي حد يتبعني يشوفني انا بقول ايه. انا نمبر 1. انا نمبر 1. دمتم في امان الله، صلوا على رسول الله. ما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم على خير. سلام.